في اللحظة دي الكوتش أو المنتور مش دوره إن هو يوعظ ولا يقدم إجابات جاهزة. أول إسعاف نفسي إيماني هو احتواء الوجع بصدق، يعني تكون حاضر، مش خايف من شكوكه، مش منزعج من وجعه، بس واقف جنبه كأنك ماسك مصباح في عز الضلمة اللي هو حاسس بيها. فممكن تقول له مثلا: أنا شايفك، أنا شايف الألم اللي من ورا السؤال، والألم ده مش ضعف، دي روحك بتحاول تفهم هي ليه الدنيا وجعتك كده، وإنك ليك الحق إنك تسأل وتشكك وتدور، ولكن كمان حقك على نفسك إنك تشوف النور وتبحث عنه. المفتاح العملي لما يجي لك عميل زي ده أو كلاينت، تعيد بناء المعنى مع بعض، أو نعيد بناء المعنى مع بعض. نشتغل على السؤال البسيط بس قوي جدا: إيه معنى الوجع ده في رحلتك؟ مش نهايتك، لكن ممكن تبقى بداية جديدة لفكر ومنطق مختلف. وأحيانا الدور الحقيقي للكوتش أو المنتور هو أنه يفتح للعميل مساحة آمنة يسأل فيها الأسئلة الوجودية دي، مش علشان يجاوب، لكن علشان يسأل بأمان ويساعده يتعامل مع الألم اللي جوه السؤال. وممكن كمان تدعمه لو حاسس أنه محتاج أنه يكلم شخص تاني ذو ثقة، حد عنده سعة صدر وروح مش بس علم، حد يسنده ويسمعه ويسيب له المساحة للشك وللبحث من غير خوف ولا تهديد.